رغيفات ديال الفران كيجيو زوينين بزاف، غيعجبكم من المره الاولى. بواحد العجين اللي كيجي صادق، كيجي بحال الورقه، ولو اننا درناهم غير بعجينات المسمن. شوفوا معايا راه كيجيو مقرمين ومورقين. غتبعوا معايا الطريقه ديال العجينه. بالنسبه لهنا انا خديت الطحين، 1 الكيلو. نتوما غديروا على حسب شحال قدرتوا ديروا، يعني شحال الافراد الاسره اللي عندكم. درت معلقه ديال العسل وخماره والماء دافي والملحه، وكنجمع العجين على هذا الشكل هذا. كنبدا نجمع فيه شويه بشويه، وكنستمر انا كنجمع، وانا كنضيف الماء شويه بشويه. ما كنديروش الماء دفعه واحده باش ما كنجريوش العجينه. صافي. المهم العجينه كتكون ما تكونش قاصحه، ما تكونش جاريه، كتكون هي يعني هي هذيك. شوفوا معايا راه كتكون على هذا الشكل، وكندلكها واحد شويه. الا ما كنتوش زربانين ممكن انكم ديروها غير في بلاستيكه وتخليوها شحال ما بغيتو، لانها ما كتخمرش فيها غير خماره. راه واخا تبات او لا تبقى من الصباح حتى العشيه ما كيطرى فيها حتى شي حاجه. هنا من بعد ما قطعت ليا العجينه كندهنها بواحد شويه الزيت باش كيسهل عليا الخدمه، وكنبدا نقطعها على هذا الشكل. المهم كنقطعها كويات يكونوا قد المشماشه على هذا الشكل اللي موضح لكم. وانتم كتحكموا في القياس اللي بغيتوهم صغار على هكا ممكن تصغروا، بغيتو تكبروا ممكن. لكم الاختيار. هنا صافي من بعد ما كملت الكميه كندوز ندير الحشوه. بالنسبه للحشوه انا هنا خديت الشعريه الصينيه اللي كنديرها في الماء طايب، يعني ما كنشعلش عليها البوطه، غير كندير لها الماء طايب وكنخليها حتى كتطلق، من بعد كنصفيها. انا هنا تقطع ليا هذا المقطع ديال فاش كنديروا الحشوه. درت بصله وزدت عليها ربعه ديال الكفته، وزدت عليها التوابل اللي هما التحميره، شويه ديال البزاز، شويه ديال السكينجبير، قزبر ومعدنوس، وواحد الريز ديال الثومه، وعصرت عليها واحد شويه د الحامض والزيتون مقطع. صافي. وكنحرك كل شيء مزيان هكا حتى كينشف ليا كيف ما العاده. كيف ما كنقول لكم كنشفوا الحشوه، ومن بعد كنضيف ليها داك الشعريه الصينيه. من بعد ما قطرتها كنقطعها وكنضيفها للحشوه مزيان بحال هكا، وكنخليها تبرد. من بعد كندوز للعجينه كنلقاها طاعت، كنبدا نطلق فيها على هذا الشكل. كنديرهم رغيفات يعني على شكل مسمنه. صافي. هنا كنبدا نطلق الكميه اللي عندي كامله. هنا كنبدا نطلق عاوتاني واحده اخرى على هذا الشكل، وكنرققها باش كتجي معايا صادقه وكتجي مورقه. صافي. هنا كنطلقها هكا وكنبدا نلفها. المهم راه واضح وباين المسمن كيفاش كنخدموه. بالنسبه اللي ما عمرو شاف الطريقه المسمن راه هكا كنديروها. المهم الطريقه كتعطينا التورق فاش كنديروها هكذا على شكل مسمنه، وعاد غنعمروها من بعد كتعطينا نتيجه اللي هي زوينه بزاف، وكتجينا داك التوريقه هكذا. صافي. هنا كنكمل حتى غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي. بالنسبه للحشوه راه نسيت ما قلت لكمش الهريسه، وضفت ليها حتى الفلفله الوان يعني خضراء حمراء وانتم اللي كتوفر عندكم، وقطعتها رقيقه وشحرتها مع البصله. عاد ضفت ليها التوابل والكفته، ومن بعد عاد فاش تشحرت ضفت ليها الشعريه الصينيه. صافي. هنا من بعد ما كملت المسمن على هذا الشكل هذا كناخذ الحشوه وكنحطها وسط ديال هاد الرغيفه هذه وكلفها. المهم هنا غيبان لكم الطريقه. هنا كناخذ مسمنه وكنطلقها هي شويه، ما كنطلقهاش بزاف، وكنحط الحشوه الوسط. المهم الحشوه ضروري تكون بردات، وكنلفها على هذا الشكل كيف ما واضح، وكيجي حتى الشكل ديالها زوين. شوفوا معايا راه ما كنرققش بزاف باش ما كتقطعش ليا فاش نحط فيها الحشوه. وصافي. هنا كنكمل حتى غنكمل الكميه اللي عندي، ومن بعد كندهنهم بصفار البيض. ضروري ندهنهم بصفار البيض باش كيعطينا داك اللون المذهب. خلطته مع شويه ديال الخل وصافي باش كنهرسوا له داك الزفار ديالو. صافي. وكندهنوا. وهنا درت فليفله اللي قطعتها مربعات وحطيتها هكا وسط الرغيفه. ومن بعد كندوز نسخن الفران. ضروري الفران يكون سخون، وكنقص عليه وكنحط اللاطه في الفران على هذا الشكل. من بعد ما حطيت اللاطه كنقص العافيه. ضروري نقصوا العافيه باش كنخليو الرغيفات يطيبوا على خاطرهم وكيتنفخوا شويه بشويه. ومن بعد ما طابوا من التحت كنشعل عليهم من الفوق ونخليهم يتحمروا من الوجه ديالهم، وكيجيو على هذا الشكل. شوفوا معايا التوراق كيجيو مورقين وكيجيو مذهبين وكيجيو لذاذ بزاف.